حلم بناء مصر الحديثة، لكن ما كانتش التحديات الاقتصادية والسياسية سهلة. العقارات في عهد الملك فاروق. سنة 1936 اعتلى الملك فاروق عرش مصر بعد وفاة والده الملك فؤاد الأول. مصر وقتها شهدت مرحلة انتقالية مهمة في السوق العقاري، لكن مش بنفس الوتيرة اللي موجودة في العهد الملكي السابق. أول حاجة هتلاحظها التوسع العمراني في القاهرة وظهور مشروعات جديدة بتستهدف الطبقات الراقية بشكل أكبر. ومع دخول الحرب العالمية اتأثر الاقتصاد المصري بشكل كبير، ورغم التوسع العقاري إلا أن الحرب أثرت بشكل كبير على سوق العقارات. الأسعار وقتها ابتدت ترتفع بشكل جنوني، والطبقة الوسطى ابتدت تواجه صعوبة في الحصول على أماكن سكنية تتناسب مع إمكانياتها. ورغم التحديات الاقتصادية، الملك فاروق استمر في بناء القصور الملكية زي قصر القبة وقصر عابدين، وخصوصا قصر عابدين اللي كان جزء من خطة أكبر لرفع مكانة مصر عالميا. والقصور ديت مش مجرد مباني، ده رمز للقوة والرفاهية، وجذبوا بيها استثمارات من الطبقة الراقية من داخل مصر وخارجها. مش ملاحظ حاجة إن ده بيحصل حاليا في 2025؟ القطاع العقاري في عهد الملك فاروق اتحول من استثمار النخبة إلى سوق أكثر تنظيما، وبدأت تظهر شركات عقارية كبيرة وبعض التشريعات اللي بتنظم سوق العقارات، بس ما كانتش كفاية. في النهاية عهد الملك فاروق كان فترة فاصلة في التاريخ العقاري المصري، وبدأنا نشوف تحول في السوق العقاري من ناحية القوانين والتشريعات، وكانت مؤشر قوي وواضح على نمو كبير هيحصل في السنوات التالية. لو انت مهتم بالاستثمار والتاريخ العقاري المصري فتابعنا وتابع حكايات